سهرة مساء الفن اليوم الأحد. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي النهارده الناقد الفني استاذ احمد سعد الدين. نورني يا احمد. اهلا بيكي. اهلا. اخبارك ايه؟ نورك. الحمد لله. اخبار مهرجانات ايه؟ مكثفه في اخر 3 شهور. صح؟ معرفش ازاي تيجي كده من شهر 8 وانتي داخله على اخر السنه تلاقي 100 مهرجان فجاه. نقعد بقى في اجازه طويله. طب انا عايزه اعرف حاجه، ليه كل البلاد حريصه ان المهرجانات بتاعتهم يعملوها في اخر السنه كده؟ يعني هل الصيف وحش مثلا ما ينفعش تعمل فيه مهرجانات؟ بالنسبه للخليج مثلا عشان الحر. فبيبقى دايما المهرجانات في الوقت ده. الشهرين اللي بالنسبه لمصر مهرجان القاهره السينمائي مش احنا اللي بنتحكم في الميعاد. امال مين؟ لا، احنا من ساعه ايام سعد الدين وهبه ما رجع المهرجان للشاره الدوليه للاتحاد الدولي للمنتجين. ايوه. كنا احنا رقم 12 على مستوى العالم، هو 14 مهرجان عالمي. احنا في الوقت ده كنا 12 على مستوى العالم. كان الفتره اللي هي اخر 11 اخر نوفمبر واول ديسمبر. يعني من 15 نوفمبر لحد 7 ديسمبر ده كان الحته الفاضيه. حوالي 20 يوم دول نعمل فيهم المهرجان. في اي وقت منهم يعني. تمام. ففضل مهرجان القاهره بقى ده ميعاد عالمي. ان احنا في الوقت ده خلاص ما نقدرش نغيره. حتى بنغيره في لحظات بسيطه جدا. دخول رمضان. يعني ده بنبعت قبلها بكام شهر ونقول في شعائر دينيه وفي حاجات كتير جدا. لان انت عارفه ان رمضان بيلف. صحيح. فمن هنا بيوافق الاتحاد الدولي للمنتجين ان هو يرحلوا مثلا اسبوعين قبل اسبوعين بعد وهكذا. فيما عدا كده لا، الدوله هي اللي بتحاول تتحكم في المواعيد. فهتلاقي بقى حاجات كتيره جدا. هتلاقي مهرجان زي مهرجان قرطاج ممكن يبقى شغال دلوقتي، لكن من 5 سنين كان في الصيف او في شهر 9. ايوه. وهران. هو الافضل انه يبقى مواعيد ثابته، يعني حتى يبقى يعني المهتمين بالسينما زي النقاد والصحفيين زي حضرتك كده، النجوم والفنانين اللي بيتم دعوتهم يبقوا عندهم جدول، يعني عارفين احنا رايحين فين. الموضوع ده كان موجود. افتكر ان انا كنت يعني اللي كان بيقوله لي الله يرحمه استاذ دكتور رفيق الصبان. الله يرحمه. كان دايما بيتكلم على ايه؟ هو كان متابع للمهرجانات. فكانت المشكله ان طب هتخلص القاهره هتروح دبي، تخلص دبي هتروح المغرب الرباط وهكذا. فكان في شويه فراغات. ليه؟ لان كان كل دوله عندها مهرجانين 3. يعني مصر كانت مهرجان القاهره السينمائي الدولي ومهرجان اسكندريه والاسماعيليه. بس اما في النص ما فيش بقى القومي للسينما. ده كان يعني حاجات محليه زياده عن اللزوم. النهارده انت عندك مثلا على الاقل مهرجانات كبيره. عندك 10 مهرجانات دخل فيهم اسوان والاقصر والجونه ومش عارف ابتدى فين وعمل ايه وهكذا، والفرانكوفوني والقصير والطويل ومش عارف ايه. فبقى عندك مجموعه مهرجانات. على الجانب الاخر في دوله زي المغرب مثلا فيها لا يقل عن 45 مهرجان. كتير قوي. 45 مهرجان، لان كل مقاطعه كل محافظه فيها مهرجان نوعي. على المهرجانات الكبيره. ما هي مهرجانات كبيره بس نوعيه. يعني ده خاص بسينما المرأة. تمام. ده بسينما البيئة، ده بسينما مش عارف ايه وهكذا. تمام. عندهم مثلا مهرجان كازابلانكا اللي هو مهرجان الدار البيضاء. تحس ان هو مهرجان فرنسي مش مهرجان مغربي. يقام على ايه؟ على ارض المغرب ولكن اداره وشكل وهكذا. فهنا بيحصل تضارب شويه. يعني انا كنت في المغرب السنه اللي فاتت في وسط المهرجان. يعني مثلا احنا ابتدينا يوم الجمعه لقينا ان يوم الاثنين او الثلاث اللي بعديه المهرجان شغال. المقاطعه اللي قدام المهرجان هم ابتدى. فابتدت الحكايه تختلف. ظهرت مهرجانات في المنطقه العربيه، مهرجان الدوحه، مهرجان قبل كده كان في دبي وابو ظبي قبل ما يقفلوا. دلوقتي مهرجان البحر الاحمر. فتره من الفترات كان مهرجان دمشق. كان كبير جدا. يا رب يرجع تاني يا رب، وترجع سوريا يا رب يا رب يا ريت. فانت دلوقتي المشكله في ايه؟ ان ما عادش حد كدول ما عادوش بيبصوا ان المهرجانات دي ممكن تتقاطع مع مهرجانات اخرى. صحيح. اما كل واحد بيفكر في مصلحته. فيما عدا ايه؟ 3 4 مهرجانات
كبيره هم بيحرصوا ان ما يكونش فيه في الوقت ده. مين بقى؟ زي كان اكيد كان هو يعتبر رقم واحد مش اتنين، لان رقم واحد هو الاوسكار. اوسكار مش مهرجان، صحيح، توزيع جوائز، ليله توزيع جوائز. لكن كان هو المهرجان الاكبر على مستوى العالم. تمام. وبتقدري تقعدي فيه تقابلي العالم كله، في سوق للسينما، في حاجات كتيره جدا، فهو الاكبر. فاي مهرجان هيتعمل في الوقت ده خسران، محدش هيبص له. هو اللي جابه لنفسه، سواء الافلام او النجوم العالميين. صحيح، صعب جدا ان هي ايه تشوفه. بعد كده عندك في قبل كان في برلين. يعني برلين تقريبا في شهر 2، كان في شهر 5، فينيسيا افتكر في شهر 8. قيمة المهرجان، بما ان في مهرجانات كتيرة يعني جديدة بدأت في الفترة الأخيرة، المهرجان قيمته بتتحدد بإيه؟ بالنشاطات والفعاليات اللي موجودة جواه، ولا النجوم اللي بيجوا يحضروا؟ فاحنا عارفين بقى ان في يعني بادجت كبيرة بتدفع للنجوم، فهيبقى على حسب ميزانية كل مهرجان، ولا الافلام اللي بتتعرض فيه. انت بتتكلمي يعني انا اقيس اهمية المهرجانات السينمائية اللي احنا عارفينها، اللي انت بتتكلمي الكلاس ايه. كلاس ايه القيمة بتتحدد بثلاث او 4 نقط مهمين جدا. ايه بقى؟ رقم 1، صناعة المهرجانات محتاجة فلوس. عشان نبقى صراحة. تمام. صناعة، يعني انت كنا بنتكلم دلوقتي على مهرجان كان. ميزانية مهرجان كان 50 مليون يورو. ده رقم احنا يعني نفضل نجري كده، او على رأي حد يقول لك ايه هنعده ازاي مش هتعد بالنسبة للمهرجانات. ربنا يوعد، ربنا يبعد يا رب. ما انا لو يعني انا مثلا 3 مليون يورو ممكن يخلوا مهرجان القاهرة ده حاجة تانية. طب انا اللي مش فاهماه ان دلوقتي ليه الشركات اللي عندنا في مصر ليه مش بتدعم المهرجان بشكل كبير؟ اكيد طبعا في داعمين، بس ليه مش اكتر؟ وده كله مخصوم من الضرايب، يعني هو مش دافع حاجة من جيبه. يعني ليه ما فيش تسويق ليه بشكل اكبر؟ ما هو في الاخر الشركات الراعيه دي ده بيطلع من الضرايب. يعني بتتكلمي على قضيه كبيره جدا. في يوم من الايام ما قبل 2010 كان في شركات مهمه جدا بتدعم المهرجان وبتشيل. تمام. تشيل بجد. ويمكن انا وانت حضرنا ده وشفنا سبونسر كبير. صحيح. وشفنا نجوم السبونسر هو اللي جايبهم. تمام. ايوه. بعيدا عن ميزانيه المهرجان. تمام. وشفنا بعض السبونسر كان هو الداعم الرئيسي للمهرجان. ويمكن كان الوزير فاروق حسني في الوقت ده كان يجتمع ببعض رجال الاعمال ويقول لهم انتوا لازم تشاركوا. تمام. فده كان موجود. ما بعد ذلك الحياه اختلفت وبعض رجال الاعمال عملوا مهرجانات لوحدهم. هو رجل اعمال واحد. طب هو ده شويه؟ يعني هو اخوه. ما هو في يوم من الايام 2007 و2008 كان هو اللي داعم. ايوه بس بقوه. عارفه بس راح الدعم الحاجه الثانيه. ايوه مفيش رجال اعمال في مصر الا يعني واحد بس. في الوقت الحالي بتحس ان الدنيا، يعني انا اشفق على الفنان حسين فهمي ان السنه اللي فاتت كان بيحاول بشتى الطرق ان هو يوجد داعمين. امال هو ليه طلع بنفسه في احدى البرامج وقال ان الكلام اللي بيتقال على المهرجان ان هو ما كانش عندنا ميزانيه وان احنا كنا بندور على فلوس وداعمين؟ لا ده مش موجود، انا سامعاه بودني. تمام، ما انا سامعه زيك، بس هناك فرق. انا دلوقتي مهرجان القاهره النهارده لما بعمل له ميزانيه بتوصل مثلا ل 70 80 مليون جنيه، ده رقم طبعا. لكن في عرف الارقام الكبيره لا محتاجين. وصناعة المهرجانات بتحتاج فلوس اكتر. لو قدرتي ان انت تجيبي من بعض الداعمين او السبونسر 20 30 50 مليون جنيه ده رقم. طب بس في نفس الوقت لان كمان احنا بنختلف عن ما قبل. بمعنى ايه؟ طيب في يوم من الايام كنت ساعة ما ترفعي السماعة على شركة انتاج في امريكا تقول لها انا عايزة الفيلم بتاعك كعرض بريمير، لان انت مهرجان القاهره لازم العرض يكون ايه؟ عرض اول. تقول لك اوكي انت عندك الرخصه بتاعت الشهاده الدوليه. تمام. والجائزه نفسها بتتكتب في السي في. تمام. النهارده الافلام اللي احنا كنا بنجيبها قبل كده ببلاش دلوقتي بتدفع لها فلوس، ويقول لك هتتعرض عرض مره واحده ولا 2
وايه الحكايه، لا مش عارف ايه. فانت يعني كمان السيستم عالميا اتغير، النظام العالمي اختلف وطغت عليه المواد الفلوس. فدي برضو بتفرق كتير جدا. اصبحتي بعد ما كنت بتصرفي على المهرجان الميزانيه بالكامل بعيدا عن الافلام، اصبح نص الميزانيه رايح لشراء افلام. لان كمان الافلام بقت ايه؟ بفلوس غاليه. فدي المشكله اللي بنصادفها في بعض المهرجانات. في كل الدول ولا امريكا بس؟ لا، في كل الدول. يعني اقصد ان في يعني انا النهارده لو صناعه السينما عندها متقدمه جدا بعيدا عن الشكل التجاري بتاع هوليوود. انا النهارده عايز فيلم انجليزي، عايز فيلم فرنساوي، فيلم كبير معمول يدخل مهرجانات. تيجي النهارده كل الشركات عندهم ايه؟ عندهم شركه توزيع. ايوه. يقول لك اتكلم مع الموزع بتاعي، يجي الموزع بتاعي يقول لك والله انا ايه الفيلم ده ثمنه كذا وهيتعرض عرض اول ولا اثنين، يعني عرض واحد ولا اثنين. ايوه. ده ليه سعر وده ليه سعر وهكذا. فدي بتبقى مشكله، ومشكله مش سهله. في الوقت الحالي بعض المهرجانات اللي عندها فلوس بتلاقي، بالاضافه لبعض المهرجانات الاخرى متحرره عن مهرجان القاهره. ازاي متحرر؟ مهرجان القاهره مهرجان دولي. والمهرجان الدولي يشترط ان يكون العرض ده او الفيلم ده ما اتعرضش في اي مهرجان قبل كده عشان يدخل مسابقه دوليه. تمام. ده طبيعي لان احنا كلاس A. ايوه. تمام. هاجي المهرجان الجونه يقدر يجيب الفيلم اللي فايز في كان او برلين او فينيسيا يعرضه عنده. تمام. هنا الفارق. ايوه. عنده تحرر اكتر لان هو مش دولي بالظبط. وهكذا. لو رحت بقى الخليج كان دبي وكان ابو ظبي وحاليا اصبح البحر الاحمر. ما انت ما تنسيش ان الاماكن انت داخله ارض خصبه جديده وتمتلك الميزانيات. يعني انا لما بشوف المهرجان البحر الاحمر من 3-4 ايام الحفل الافتتاح، هتقولي مين جه؟ هقول لك لا، مين ما جاش؟ ناس كتير جت. الفرق مش انا بقول مين جه، مش للدرجه دي. ناس كتيره جم بس مش لدرجه مين ما جاش يعني. يعني جم مثلا ايه 10 15 حاجه كده. طيب انا لو سالتك وقلت لك مين من النجوم المصريين ما راحش هناك، هتقولي لي مين؟ لا برضو في ناس ما راحتش. في ناس مش بتاعت مهرجانات، واحد او اتنين. لا يعني مثلا عندك ناس غادة عبد الرازق ما بتروحش، مي عز الدين ما بتروحش، ياسمين عبد العزيز ما بتروحش. عندنا على فكره نجوم كتير ما بيحضروش مهرجانات خالص. احمد حلمي كان موجود ولا مش كان موجود؟ موجود. منى زكي كانت موجوده، يسرا ماشي بس حتى لو ما اتكرمتش السنه اللي فاتت مش كانت موجوده. ايوه. يسرا، الهام شاهين، ليلى علوي، اسر ياسين، المجموعه دي كلها مش كانت موجودين. طب انا لو سالتك سؤال، المواطن العادي اللي في الشارع يقول لك انا بستفاد ايه لما انا مثلا المهرجان يبقى فيه نجوم ومش عارفه ايه جم حضروا الحفله وعدوا على الريد كاربت بفساتين وروحوا؟ المواطن العادي، لا، المواطن العادي ليه وجهه نظر مختلفه. هيستفيد حاجتين. لو هو محب للسينما عنده افلام جديده يقدر يتفرج عليها. تمام. بعيدا عن السينما، المهرجانات العالميه هي نوع من انواع التنشيط السياحي للبلد. بالدليل ان انت بنسمع على مهرجان كان وبتشوفي مهرجان كان غير طبيعي. صح؟ يخلص المهرجان بعدها بشهر تسمعي عن مدينه كان. لا لو الناس بقى رايحه تصيف بقى وايه، الناس معاها فلوس كتير ما شاء الله كمان. لا ما اعرفش بصراحه. تمام. ما رحتش. ماشي، بس انا بكلمك ليه؟ هم الاسبوعين بتوع المهرجان يمكن بيعمل دخل سنوي مش للمدينه بس، لفرنسا نفسها. تمام. المهرجانات دايما هتلاقي تنشيط السياحه قائم على المهرجانات. لكن المهرجان، هل المهرجان ممكن ان انا اختصره كده واقول هو ريد كاربت بس؟ يعني ده اللي بيظهر للمواطن. ده بقى الاعلام. يعني ده اللي بيظهر له الاعلام. وكمان تصادف او مش تصادف، بقى في خط موازي كده مع افتتاح المهرجان الريد كاربت، افتتاح وختام، مع الموضة الموجودة، مع ظهور بقى السوشيال ميديا والترند. حتى ان بعض الفنانات بتروح مخصوص تاخد اللقطة وتبقى ترند
وانت شايفاه قدامك. بس هي كده افقدوا المهرجان، يعني هم كفنانين المفروض يحافظوا على الصناعه دي، هم افقدوا للمهرجانات اهميتها. اهميه المهرجان يعني دي وجهه نظري بصراحه. تمام، اهميه المهرجان وجود اساسا افلام، دي حاجه. حاجه التانية سوق السينما، ازاي انت بتجمعي على مستوى العالم اللي عايز يجي ويشارك ويشتري من هنا ويجيب من هنا وهكذا. بالاضافه لبعض بعض المهرجانات بتعمل مسابقات على تمويل افلام. يعني تقدمي السيناريو، لو توافق عليه هتاخدي دعم. هذا الدعم ان يدخل في صناعه السينما، ده تطوير لصناعه السينما. كل ده الناس اختصرته في فستان مين ده ولابسه منين. مش الناس، هي الناس ده اللي وصل لها. ما هو ده تم توجيهه على مستوى الاعلام. حتى ان اخر حاجه احنا كنا بنتكلم على البحر الاحمر. ايوه. اول سؤال ايه الاخبار وانت مشاركه في فيلم، فستانك ده منين؟ الاسئله في منتهى اسئله غريبه، مين على اللوك وما اعرفش ايه وكلام كده. لكن انا لما كنت بحضر هنا واحنا صغيرين شويه، وتلاقي الله يرحمه استاذ سمير صبري ويعمل لقاء مع النجمه اللي جايه ايا كانت من تكون، بدايه من اليازابيث تايلور وحتى صوفيا لورين، كانت الاسئله مختلفه. واسئله ايه؟ صناعه السينما والبلد اللي انت جاياها، الحضاره اللي انت جاياها تسمع عنها ايه، وهكذا. ما كانش بقى فستانك وجزمتك وايه ده موضوع تاني. طيب خلينا نتكلم عن التكريمات، ونتكلم عن تكريم احمد عز في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، وتكريم منى زكي في مهرجان البحر الاحمر. فكره النجوم اللي في المرحله العمريه دي زمان ما كانوش بنشوفهم بيكرموا، احنا كنا دايما معظم الحاجات يا اما توفوا يا اما كبار في السن خالص. شوفي ففكره ان انا في نص مشواري كده وفي عطائي. طيب تعالي نتفق على لطيفه حاجة. يعني. تعالي نتفق على حاجه. احنا كان عندنا ثقافه قبل كده ان يكرم ما يسبق اسمه كلمه المرحوم. الله يرحمه. دي كانت مشكله. الله يرحمنا جميعا. يعني ايه يكرم المرحوم؟ انا اتغيرت الثقافة دي وابتدينا نكرم بعض الفنانين الكبار. والكبار برضو كانت يعني العملية في نهاية المشوار. في نهاية المشوار. اتغيرت بعد كده في الفترة الأخيرة. لا، أنا ممكن إن أنا أكرم نجوم يعتبروا، خلي بالك إن أحمد عز ومنى زكي ما يعتبروش نجوم شباب، دول جيل وسط. ما انا بقول لك جيل وسط. اصبح جيل وسط. ما انا بقول لك في المرحله الوسط في مشوارهم. حاجه بسيطه جدا. انا لو بصيت واحمد السقا قبلهم انا لو بصيت ورايا وشفت احمد عز بلاش احمد عز، بعدهم احمد السقا وكريم عبد العزيز ومنى زكي والناس دي وهنيدي. الناس دي شغاله بقالها من 28 الى 30 سنه. ما شاء الله. يعني رقم لا يستهان بيه طبعا. تمام. من التسعينات، بس في ناس من الالفينات، يعني منى اعتقد الفينات ولا منى ظهرت 94 95. ايوه بس كانت صغننه قوي. بس اشتغلت ولا اشتغلت. ما احنا بنحسب نيلي ولبلبه وهم عندهم 10 سنين، لكن منى اشتغلت وهي كبيره، مش ما كانتش صغيره. مش طفله يعني، بس في مرحله يعني انا لما باجي اقول حنان ترك اشتغلت سنه 91 في الفيلم بتاع اللي هو رغبة متوحشة ده. من 91 للنهارده 33 سنة. ما شاء الله. حنان كل عمرها قد ايه؟ ما وصلتش لل50. عشان بدأت صغيرة. وهكذا هلاقي ان نفس الحكاية. لكن اتغير النظرة لكلمة التكريم ان انا عايز نجم في الوقت الحالي. هنا بقى ابتدينا نفكر في ايه؟ في جيل الوسط. كريم عبد العزيز واحمد السقا واحمد عز ومنى زكي هنيدي من شلبي المجموعه دي. ده كويس على فكره. في اللي هيجي اللي حضر بدايات الناس دي كان شايفهم صغيرين، فيقول لك ازاي ده لسه صغير؟ لا، شوف الاعمال اللي عملوها. صحيح. وعملوا كام فيلم وعملوا كام عمل اخر، مسلسل او غيره. يستحق التكريم ولا ما يستحقش؟ يستحق. يعني احمد عز النهارده مستواه اتطور جدا جدا، وهو النجم، يعتبر النجم الاول هو وكريم عبد العزيز في شباك التذاكر. صحيح. عمل افلام مستواه من يوم، انا مش هحسب اول فيلم بتاع مذكرات مراهقه، ولكن انا شايف ان البدايه الحقيقيه لاحمد عز مع ملاك اسكندريه
ملاكي اسكندريه ده كان سنه 2005. مع انه عمل قبلها حاجات، عمل سنه اولى نصب باين عمل مش هقول لك لا، وحب بس البنات. انا بتكلم على المراحل، المحطه المهمه. المحطات فرقت. من ملاكي اسكندريه احمد عز اخذ طريق مختلف، ابتدى يشتغل على نفسه ويطور نفسه الى ان وصل النهارده ان هو من اكبر نجم في مصر. صحيح. تمام. يستحق التكريم. يستحق التكريم. صحيح. عندي منى زكي، ما انا برضو منى زكي اشتغلت، شفناها في افلام، ويمكن الصعيدي في الجامعه الامريكيه لسه ماسك كده في الناس لحد النهارده. صحيح. وهي شكلها كانت لسه صغيره وبتشيل الشنطه لكن ما تنسيش ان منى عملت اعمال كتيره جدا على صحيح. فترات طويله. لا، ومنى كمان من اكتر نجمات جيلها اللي متطوره بشكل كبير. هي متطوره وتمتلك ميزه اخرى، ان هي مش متواجده ليل ونهار، عمال على بطال. صحيح. يعني هي بتنتقي، ممكن تقعد 2 3 في البيت، ولكن مكانتها موجوده. فاقدر اقول ان منى ليها مكانه مهمه جدا، واصبحت يعني بتتكرم، وبتتكرم دلوقتي في السعوديه. تمام. طب هل بقى الكلمه اللي بيقولها الفنان اثناء تكريمه تفرق قوي قوي مع الجمهور؟ يعني اقول لك، لما مثلا يجي واحد يتكرم ويقوم يشكر في البلد اللي هو رايح بيكرموه فيها وينسى بلده، الناس تزعل قوي. ثانيه واحده. الناس اتبسطت قوي بقى من منى لما قالت ان انا فخوره ان انا مصريه يعني فاهم؟ ما هو ثانيه احنا كلنا فخورين اكيد طبعا يعني احنا مصريين، أنا رايح، بس الناس اتبسطت منها ان هي يعني ذكرتها يعني في الحفله اللي هي موجوده فيها. يعني هو في اصبحت حساسيه موجوده، حساسيه مفرطه. ازاي انا اتكرم بره بلدي؟ يعني ايه اتكرم بره؟ ليه؟ ايه المشكله؟ يعني انا سنه 97 98 لما يوسف شاهين اتكرم في كان اصبح خاين لمصر؟ اكيد لا، والناس كلها يعني قعدوا ده مصر كانت فخوره بيه كلنا. يعني انا افتكر استاذه سلمى الشماع راحت قابلته في المطار بالكاميرات طبعا. تمام. واتعملت يعني برامج غير طبيعيه. لا، هي الناس مش زعلانه، انت مش فاهمني. انا دلوقتي اصبح في حساسيه. لا، هم عايزين ان انت تفتكر بلدك وانت بره طول الوقت. انا بتكرم ليه؟ مش عشان انا مصري اساسا. صحيح. يعني هو انا غيرت جنسيتي؟ لا. الكلام ده لو انا غيرت الجنسيه هقول لك مع السلامه. لكن انا في الاصل اسمي الفنان الايه؟ المصري. هو ده. كون ان انا اشكر البلد، طب ما هو كويس ان البلد كرمتني، فاشكرهم، ده شيء طبيعي، ما يزعلش. ان انا فخور بمصريتي. انا فخور بمصريتي. وده كان النموذج الاساسي فنان عمر الشريف. عمر الشريف كرم في العالم كله، ولكن في النهايه كان يقول لك انا منين؟ من مصر. انا فخور بجواز سفري. فكان ده كان الطبيعي. الفنان محتاج لباقه في الكلام. عندنا للاسف برضو عشان نكون صراحه، عندنا مجموعة من الفنانين ممكن تفهم في الفن كويس جدا، لكن على مستوى الحديث يسكتوا بقى، ما يتكلموش. الافضل ان هو يسكت، لان هو لو اتكلم ممكن يضيع نفسه، ينسف. صحيح، للاسف ينسف الخطوة اللي هو فيها او التاريخ. فمن الافضل ان ما يتكلمش، لان هو لا يمتلك الثقافة. على عكس الجيل القديم، استاذ نور الشريف يوم ما كان يتكلم انت تقعدي كده وساكته وتقعدي تسمعي ساعتين. طبعا طبعا طبعا. استاذ محمود ياسين، الله يرحمه. طبعا استاذ محمود ياسين كان اللغه العربيه بتتعلم منه، مش هو حتى الان استاذ محمد صبحي. صحيح. لما يتكلم على على المد الثقافي ولا انت ده درس. بص، اصل انا قابلت الثلاثه اللي انت ما هو انا قابلت كله. فقد ايه انت مش متخيل عظمه الحديث والحوار واللباقه والثقافه. يعني ثقافه فظيعه. طبعا. يعني طبعا كلهم بصراحه. استاذ محمود ياسين كنت تساليه سؤال مكون من 4 كلمات، خدي ربع ساعه نص ساعه كده اجابه، لم الموضوع. صحيح. استاذ عمر الشريف. عمر الشريف كان مثقف جدا على فكره. انا صادفت في حياتي استاذ عادل امام، عملت معاه حوار سواء تلفزيوني او صحفي. فوجئت ان عادل امام مع حفظ الالقاب هذا الرجل يعني قارئ نهم مثقف غير طبيعي، يفهم في السياسه اكتر من بعض السياسيين.
هذا هو عادل امام اللي احنا كنا بنقول ايه ده كوميديان، يعني بعض الناس كانت بتقول كوميديان. نسيوا ان عشان يوصل للكوميديا صحيح. لا والكوميديا اللي قدمها كمان في يعني في فتره الثمانينات والتسعينات، يعني لا دي جايه من خلفيه بعضها كوميديا سياسيه بالظبط، فجايه من خلفيه شخص مثقف جدا. هذا الجيل اللي كان مثقف للاسف ما عادش موجود دلوقتي. لان انت لو قعدت تتناقشي مع اي نجم من الموجودين دلوقتي ايه اخر كتاب قريته هتتفاجئي. وهتتفاجئي ان في نجم يقول لك كتاب ونجم تاني يقول لك الله مش بيعرف، يعني مش فاكر بياخد معلوماته ازاي وهكذا. هو ده ابن جيله. ما انا كنت عايزه اقول لك، هل عشان الدنيا اختلفت؟ يعني الناس بقينا يعني زمان كنا بنروح معرض الكتاب واحنا صغيرين كده، يعني طبعا الناس بتروح لغايه دلوقتي، بس كنا بنشيل كتب ولازم بابا يودينا والكلام ده. دلوقتي انت بتقرا بقى على الموبايل. ما يعني المشكله ان انت ما بتقريش على الموبايل، انت بتاخدي معلومات من النت مغلوطه. ليه؟ لانها مجتزأه. لا اقصد ان انت تقرا الكتاب تنزله شوفي يعني او تقراه. زمان يعني كنت عشان قبل اختراع الانترنت عشان توصلي المعلومه كنت ممكن تقري 4-5 كتب عشان توصلي المعلومه. ال4-5 كتب كان بيحطوا جواكي ثقافه. صحيح. النهارده انا عايز المعلومه بدوس على الزرار بتجيني وتجيني صح او غلط، ببقى قوي جدا وانا بقولها. لا وبعدين يا ريت كمان انت دلوقتي مش بتدوس على الزرار، انت بتكلم الشات جي بي تي وبتقول له ايه اللي حصل بالظبط، وانت بقى بتطبخ بتعمل حاجه في البيت بالظبط بيقول لك المعلومات كلها. ولكن هناك فرق كبير. زي ما احنا بنتكلم ان احنا كنا بنناقش فنانين كبار مثقفين تاخدي منهم معلومات تبقي تلميذه قدامهم. صحيح. ودلوقتي مفيش حد عنده هذه وجهه النظر، فلما بيجي يتكلم ممكن ينسف مكانه اللي هو فيه. وده بتحصل مع نجوم كتير. ربنا معاهم بقى. استاذ احمد انا سعدت بلقائك النهارده، ونتقابل مره تانية بقى ونتكلم عن مهرجانات ما يكونش فيها مشاكل. يا ريت يعني تكون مهرجانات كده قويه. المهرجان اسمه مهرجان صحيح، مش اشباه المهرجانات. صحيح. ونتكلم كمان عن دراما رمضان، اكيد نتقابل قبل رمضان ونتكلم بقى عن الجديد اللي هنشوفه باذن الله في رمضان ان شاء الله. نورتني يا فندم. شكرا. نورتني. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهارده. بكره باذن الله حلقه جديده هقابلكم فيها في مساء الفن. السلام عليكم.